مساء الخير يا حبايبنا، عام سعيد عليكم. النهارده معانا ابو زياد، مش محتاج اتكلم عنه كتير لانه وشه شارح كل حاجه، سحنته ما يعلم بالله ربنا. مش فاهم ايه اللي عامله في نفسه ده، مستفز ابن يعني. قبل ما ندخل بالله عليك صلي على سيدنا محمد وآله عليه الصلاه والسلام. مين قال لي شبه الضفدع البشري يا ام بوك اعوج؟ مين قال لك تحكيها معايا؟ اصحى يا بنت انا خريج لبلون. هو انا اعرفك؟ ما تطوليش تعرفيني ليه؟ بتحكيها فيها ليه؟ انا اعرفك منين يا ابني؟ ما تعرفيش تعرفيني من اصله. استحمى، لازم تستحمى. طب الحمد لله. عامله 70 راجل عند الكومنتات وتجريب هنا قطه. انا ضفدع يا حرباية، هعمل مشاركه المزيد وهوزع رقمك عند كل السيارات واكتب رقمك في الشارع عشان كله يتصل بيكي. العمل الواجب بتاعي كان هعرفك الضفدع ده بيعمل ايه. العمل الواجب بتاعي كان. وانت معاك رقمي منين؟ مش شغلك. هو انا قابلتك في حته مثلا ولا في بينا تعارف؟ ما هو ماما نحلي عشان تخلف عسل. ايه الموقف اللي بيني وبينك؟ بترازي فيها ليه؟ انا رزيت فيك فين؟ انا هعمل لك وسيله مواصلات بدل الميكروباص. تعالى خد بالك انت طولت لسانك عليا وانا ما كلمتكش. يا بيك حياه بنتك انا بتبلى عليكي. لا زغلولك كان شعرك اصفر ووشك ابيض. ده تبدا الحفله وجمله عشش في شعر. الف شكرا، هعرف اخد حقي كويس. كسر حجك، انت ليك حق كمان. والله زمن عليك عجايب. تعرفي لو تليفوني ما كانش يستحمل ماسنجر كنت سمعتك صوتي. بقولك لو رنيت على الرقم ده تاني انا هجيبك واحد على الخبر. مش كل الطير اللي تاكل لحمه يا بيت. انت فاكرني زي ابوكي ولا ايه؟ ده انا فلاح ابن فلاح والرجوله تجري في كل جسمي. انماني فلاحه وهفضل طول عمري فلاحه. ماشي يا معلم، انا مش هرد عليك وزي ما قلت لك هعرف اخد حقي كويس. برضه بتقول لي حاجه؟ امال ايه دي؟ ايه هبعت لك سكران شوت وانت بتحكيها فيا. ايه ده؟ هبعت لك سكران شوت وانت بتحكي. طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ ابعت يا ابني. مش انا اللي كاتبالك كده؟ اللي كتبت لك كده اسمها حنين وانا اسمي مريم. ايه علاقتي بقى؟ ده مش انت فعلا، ما خدتش بالي. معلش يا ست الكل. بتمسح الصورة ليه؟ أنا فكرتك أنت اللي شتمتني. حقك عندي. هو إيه اللي حقي عندك؟ بعد التهزيق ده كله تقول لي حقي عندك؟ أنا مش هسيب حقي. معلش ما خدتش بالي يا عروسة، أنا فكرتك هي. أنا ما خدش بالي من الأسامي، إنما لو شفته هعرفه على طول. وأنت بتدخل تقل في أدبك وبعدين تتأكد؟ أنا إيه عوضني على قلة أدبك دي؟ أنت ساكنة فين؟ ليه إن شاء الله؟ ساكنة فين يا عروسة؟ في سيدي بشر جنب البحر كده تقريبا 10 دقايق مشي. خلاص امشي 10 دقايق دول لحد ما يبقى قدامك البحر اشربي منه. يا ولاد دول بقلشوني. تمام قوي، انا بقى معايا ما يثبت انك قليت ادبك عليا. اعمل ايه دلوقتي؟ يعني ايه؟ ركب اتخبط ولا اعمل ايه؟ يا مره يا هرد، دي صورتي بتاعت الفيسبوك لو مش عارفه تجيبيه. يكتشف الحقيقة والفتي يستلفظ بالعقل القريب. هنا الرجل الصغير يسعى دائما. ودي صورة تانية لو الاولانية مش واضحة. ودي خط لو عايز تاخدي الحاج. وانا ساكن عند زاوية غزال جنب لو كنت عاوزة تجيبي حاج. عاوزة رقم البطاقة بالمرة ولا حاجة؟ انت فاكرني اخاف ولا ايه؟ انت واللي جابك يا بنت انا ما يهمنيش حاج. حلوة دي. حلو غلط وانا كنت مستنيه. هات لي حقي بقى يا خميس، استحمل بقى. لا ذكر وابن ذكر، انا هجيب عيال اكبر من ابوك. انا نزلت بوست عنك وفضحتك فيه ونزلت رقمك على اساس انك لا مؤاخذه هيجيلك احلى زباين، ونزلت بوست غيره وقلت فيه انك طلقتني ورميتني ونزلت رقمك، وكل ده في عنوانك والرقم. اخدت من المحادثه اللي عاوزاه. كله كلام، محدش رن عليا. الصبر جميل، اساسا دخلت عليك ما لقيتش فيه بوستات. يا عم اصبر بس، اعملي سكرين شوت فرجين. اديناك فرصه يا ابن طلعت ما تستاهلش. اللي بعده. لا بتضحكي علي. الصبر جميل، الصبر جميل. خايفه تفرجاني؟ اه طبعا. عارف فاهمه تحت تيم. يا ابن غير بقى. طبعا. طب لو ابوكي راجل فرجيني اللي نزلتيه. خايفه منك يعني ولا ايه؟ هو دي محتاجه شك يعني؟ انا هاكلك البرسيم ولا انت ولا امك. لو مش خايفه فرجيني ولا اخرب بيتك لو طلع كلامك بجد. بقولها لك عيني عينك كده يا بنت. يا جدع خليك انت قد كلامك، تخلي كلامك على جدي. البوست اهو، فرجني هتعمل ايه بقى؟ فين دي؟ مش فيسبوك، مش مشكلتي. حطيت الفيسبوك وفاتح ما لقيتش حاجه.
يا اما انت ممكن بتحوري يا اما ما تصريش فرجينا وديت كفين. اتاسف عن اللي قلته، مش هكلمك، دي اخر فرصه. حمرا يا عم تمام. اللي ما تعرفوش بقى اني مبرمجه وافهم في السايبر سيكيورتي والنال سات وسايبر بنك وريد ديد ريديمشن 2، وهوديك في 70 داهيه طوز لو كنت ولا حتى بنت ابو شانب طوز. طيب يا فخم انت اللي جنيت على نفسك، ملي عينك كده. ايه دي؟ انا دخلت اسمك على برنامج الاختراق وهخترق كل بياناتك دلوقتي. يا سلام، صبرك بس عليا، ده انا هعمل من فخادك رز بلبن وحياة امك لا خليك تنام عريانه من اللي هعمله فيك. انا يا انت ولا انت ولا اللي زيك هتعملي حاجه اكتر من اللي مكتوب. مش محتاجة حاجة يعني. لسوف اضعنك على الحلحول، ده انت واللي خلفوكي. لاجعلنك عبرة لمن يعتبر يا ابن المرة. ما تجيبيش سيرة امي يا امي، اشرف من امك يا بنت عليا اليمين لا يتم مراتك ومرات خالك كمان عشان تعرف انا مين. يلا ده كده دفاع عن النفس، انا عبيتكم الجبر. ده انت راجل صحي ولا تعرف تعمل حاجه، انت شكلك اصلا في الفروع عندك الترباس ما بيتربسش. انت جربتني بس يا ابو ترباس ملخلع، جربتني يعني. انا هخترق امك النهارده، انا قاعد لك ومش ورايا حاجه. خليك قاعد زي المره كده بدل ما تروح تشوف لك شغلانه تاكل منها قرشين. وانت مالك يا بنت هو انت بتحط لي الجنيه في جيبي؟ امال عاوزني احط لك الجنيه فين؟ بس كل بياناتك معايا، مفاتيح قلبك معايا وهجيبك وبهوايا. ما حصلش حاجه يعني. مفاتيح قلبك معايا هجيبك وبهوايا. اللي عندك اعمل ايه؟ هديك اخر فرصه، لو جيت بص رجلي وغسلتها ممكن اسامحك. امك ده لو اخر يوم في عمري ما هعمل كده. طيب عامه انا ما غلطتش فيك، وكل اللي طلبته منك انك تغسل رجلي بادب وتترجاني، لكن انت حد مش كويس. ثانيا انا حرمتك من رجلي، يعني لو جيت تقول لي بعد كده تترجاني تغسل رجلي هقول لك لا، انا مش هلاقي رجلك اغسلها يا بنت انت مش فاهم اي حاجه، انت مش فاهم اي حاجه. يعني انت بتغسل رجل ناس تانية، طلعت خاين. الحمد لله اني كشفتك على حقيقتك امك، وعشان انت ما صنتش العشره هيبقى ده جزائك. اللي رايح واللي جاي هيتف عليك. انا اخترقت جهازك وعرفت عنك كل حاجه. اهري على الفاضي اهري. انا دلوقتي اقدر اتحكم في كل حاجه، موبايلك، التلفزيون، السخان والفايبريتور بتاعك، كل حاجه. انت عامل مشاكل مع ابن عمتك حسين وبتكلم واحده على النت اسمها لؤلؤة الحديقه. ايه القرف ده؟ في حد يحب واحده اسمها لؤلؤة الحديقه؟ ما ترتقي شويه بقى يا ابن تعبتلي معاك يا جدع. اللي بتعمله دوت مش هينفع كده متجدعانه وانا ما عنديش اللي اخاف عليه. هفضل وراك مش فارق معايا، بس الاعتراف بالحق فضيلي. انا اسف على قله ادبي. جبارة. وانت شكلك بنت بلد وجدعه، انا شقيان يا اخي والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت اهلي وخليت لا اسف ايه، كان فين الاسف ده من شويه؟ كنت عامل 7 رجاله في بعض، قلت لك اتاسف وانت عرضتها عليا، عشان كده انا هعصر النهارده. كلنا بنغلط، انا اسف. جبت ورا يعني، انا اسف. عارف خلاص سامحتك. طب والاختراق اللي عملتيه دي وقف ايه؟ انا اسف. ما كانش في اختراق ولا حاجه، ده فولدر وحطيت في صورتك وعملت خلفيه بيانات وبنيت لك بالشكل ده، ففكرت اني بخترقك. امال عرفت ازاي مشاكلي مع ابن عمتي والبنت اللي بكلمها؟ ابن عمتك كان بيشتمك في الكومنتات وبيقول لك انه مش هيسيبك، وهنا استنتجت انه في نوش بينك وبينه. هو كاتب لي كده؟ كاتب لي كده فين؟ ده امه لو طلع كاتب كده مش فاكر على انهي بوست. طب والبنت اللي بكلمها هي بتعمل لك لاف كتير وبتكتب لك كلام حلو، فاستنتجت انها اختك يا مراتك. ركزت شويه في الكومنتات بتاعتها عرفت انها مش اختك ولا مراتك. هي مش بتعلق لي كتير، مش شغلك انت. احنا ستات زي بعض وافهمها وهي طايره، انا فاهمها اكتر منك. يعني كل ده من دماغك وتخيلات؟ مش بتعرفي تخترقي. اختراقي بس انا بفتح التليفون بالعافيه. امال عامله حوار عليا من الاول يا وجعت قلبي. انتي اتخانقتي تاسف ليه؟ خلصانه يا جدعان والله العظيم. انا كنت متاكده ان دي عمره ما يتعدل، وهعيطك على كلامك ده يا بنتي. هترسمي عليها تاني؟ اللي عندك اعمل ايه؟ ما خافش من حد ولا شايف حد في مصر كلها قدامي. طيب بقى انا طلعت مخترقك فعلا يا روحي، ومعايا بيانات كتير عنك. يعني خناقتك مع ابن عمتك دي انا عارفاها من تليفونك، وده سكرين ريكورد للمحادثه بتاعتك ومن تليفونك، ولؤلؤة الحديقه برضو معايا بنفس النظام، وفضيحك كلها معايا رقم الفيزا ورقم التونيه بتاعتك. ليه كده يعني؟ اللي بيضر بني ادم ده ربنا بيسلط على اللي بيضره. انا اسف يا ابني غير بقى. انت اسف ايه يا ده؟ انا سامحيني، ما انا سامحتك من شويه واختبرتك فطولت لسانك. اخر مره بلا مره ولا كره عليا اليمين، انت بره. طب اللي عندك اعمل ايه؟ كده الفيزا ما فيهاش فلوس، ده عليها لهم مصاريف بتاعت كل شهر. اقول لك حاجه ابن عمتي، اللي تعرفي تخترقي تقول ناي لما تعطل هشتغل على ارض فلاح مهنه ابوي. يعني على الفاضي كل اللي عملتيه دي يا حلو
غلط وانا كنت مستنيه. ارض ايه بقى وانت مال امه؟ ما انا عارفه عنك كل حاجه يا بتاع الحبايه الزرقاء. حبايه ايه؟ ما تاخدش في بالك. انا بقى قصدي على الارض اللي انت بتشتغل فيها، اللي انت بتقول هتشتغل فيها، او بمعنى اصح انت ما عندكش ارض. لا عندي. قصدك على ال9 قراريط بتوع مراتك اللي مش راضيه تديهم لك علشان مراتك بتمشي كلمتها عليك. مين ادى اللي مراتي بتمشي كلمتها عليه؟ ده انا كل يوم بوديها تركب شرايح ومسامير من اللي بيعملوا فيه. مين وصلك الكلام دي؟ يلا يا راجل بلا كذب بقى بوشك، ده كداب كذب الابن. محدش، بس المعلومات اللي عندي بتقول ان ال9 قراريط بتوعها كانوا بتوعها، بس عملت لي تنازل. ما حصلش عنك، ما صدقتي، ما كتبتلكش تنازل. انت عمال تتحايل عليها زي قرطاس اللب وهي مشاك على الشعره. يا بنتي كتبت لي تنازل، الارض دي بتاعتي اصلا. قال لك الانسان لما يبقى كلماته كلها شتايم ده دليل على ضعف الشخصيه ودليل على ضعف ده انا سيد الرجاله دي كل يوم بتصرخ مني. اعتقد لو حد ركز في الصوت هيلاقيك انت اللي بتصوت. دي امك اللي بتصوت مني. شكرا على ذوقك. انا بقى مش هعمل حاجه غير اني اسمع مراتك الفويسات اللي بعتها لؤلؤة الحديقه وانت بتحكي عن معاناتك مع مراتك وبتشتمها بعر الالفاظ. يعني طلع عندك ماسنجر اهو. دي هتبقى حفله يا برو. مين اللي جالك الكلام دي يا ابني؟ بقول لك انا معايا كل حاجه هقول لها. موجود من الاثباتات، موجود صوت وصوره واوراق وثائق كلها معي. انا مش خايف وانا عاوز اخوفك. طب انت عاوزه ايه؟ ولا حاجه. قولي بس وكله بالتراضي. اعترف الاول الارض بتاعت مين؟ بتاعتي. اعترف بتاعتها ورث ابوها. طيب استاذنك بس تديها الموبايل، عاوزاها تقول لي طريقه شكم الزوج بدون رد بالله عليك. مكسوفه لك والله. والله العظيم احنا مكسوفين، احنا حريم اول مكسوفين لك يا ابني. طيب نحلها بالهداوه. لا عشان خاطري اتاسف يا انا اسف ومش هعمل حاجه تاني. وانت كنت عاوز تعمل؟ بقول لك اديني مراتك، انا عاوزاها تقول لي طريقه شكم الزوج بدون رد يا عم. جود مورنينج، هاو ار يو؟ طب اراضيكي؟ طب خلاص ماشي، انا هديت. هتراضيني ازاي؟ تحت امرك على اي حاجه تقوليه. عاوزاك تجيب لي RTX 4090 نسخه اسوس و3 فان. ايه دي؟ مش عارف ولا مؤاخذه. هدا وخلاص. يا نهار اسود، دي ده بتاع ايه دي؟ التونه بتاعتي ارخص منه. كنت عارفه انك هتتلكك عشان ما تجيبهوش. هات رقم مراتك يا ال9 قراريط مش هديلهم طول ما انا عايشه. بقى تستخسر فيا ال 4090؟ مش مكتوب لي العب سايبر بانك ولا GTA في؟ يرضي مين ده؟ يعني يا كمال خلاص كده مستقبلي بيتشي ولا ايه يا كمال؟ اجيب كل الفلوس دي منين؟ خلاص هات ال 4070 Ti. مش معايا فلوس لكل دي. خلاص هدي عليها عرض ب 76,000 بدل 81,000 ونص. والله ما معايا المبلغ دي يا رجاله يا بكرهكم. انت كده بتهزر وبتستخف بيا ليه بس؟ انا كده نزلت لك اكتر من 35,000 جنيه ومش عاوز تشتري لي حاجه؟ ده حق مراتك انها تتطلق يا بخيل يا جلده. الواد ده فعلا. اجيب منين بس؟ خلاص انا هديت. ايه هات لي دي. لا مؤاخذة في اللفظ، لا مؤاخذة ايه في اللفظ. اجيب 22,000 منين؟ هو انا بلاقي الفلوس؟ طب وانا منتج دلوقتي على ايه؟ ظهري تعبني من كرسي الحمام ابن ده. انا لو مكان زوجتك اغرجرك عند محكمه الاسره. انت مش بني ادم. انسى ال9 قراريط. طول ما انا عايشه ما انت شايف مني قروت واحد. سايبك براحتك، هيحرق دمك كل شويه. هتشوف. انا بقول لك انا راجل بتاع ربنا. طب انت طلباتك ايه؟ خلاص هات 3000 جنيه. لا كتير. انا جبت رقم مراتك وكل شيء بيني وبينك انتهى يا ذكور يا طب اجيبهم منين؟ ايه؟ من خصمات. طب لو جبتهم اجيبلك فين عشان اديهم لك؟ ايه؟ فقدت الشغف بسببك. هكشف شعري وادي عليك. انت اللي زيك بجد يستحق كل شيء. انت ريد فلاج. صح، انا فعلا في ايه؟ حاول 3000 على الرقم ده، ولو فتحت بقك بكلمه تاني غير موافق هبعت لمراتك كل الكلام اللي قلته عليها، وانا عارفه انها مشاك على الشعره وكده مش هتطول لا ابيض ولا اسود، وربنا يعوض عليها في مشاعري اللي اتجرحت دي. انت وصلتني لمرحله اني بسمع مؤمن الديب بسببك. يا قلبي موجوع قلبي والتعب بيه. اضرب سنترال بعد ساعه الا ربع. اوكي، وهات جوزين حمام معاك عشان اعرف اموف اون. يا لهوي ليه؟ انا قلت ايه؟ بس اديهم لك ازاي؟ ابعتهم فودافون كاش. ازاي؟ خلاص حاول تمنهم. كام؟ الحمامه ب 300. ليه ده كده كتير قوي؟ اليارات بكام النهارده؟ كل كده كام؟ 4000 ونص. ازاي من الجوزين يبقى 1200؟ هو الجوزين عندكم 4 حمامات بس؟ امال الجوزين كام؟ 5. ازاي؟ اسمع يا ابن اخر مره اتقطعني وانا بكتب. الايراد بكام؟ خلاص روح حاول 5000 في حمامه ولدت. نو جاد
No, God, please, no, no. طيب 15 minutes later. وصل ايه وصل. دول ناقصين 75 جنيه 4925. انت بيجح قوي. هو بياخد على 1015 ليه يا عم؟ خلاص مش مهم كده، زميلي في حالي باجي. حاضر بس وانت رايح تحول الفلوس ايدي طرطشت ما بالغلط جت على الموبايل، لقيته كتب رقم غريب واتصل بيه بالصدفه طلعت مراتك، فاتحركت منها وقلت لها بالغلط تاخد بالها من قرارتها التسعه عشان جوزها عينه عليهم، وقالت لي انت مين وعرفتي منين؟ الو. فاتحركت ارد عليها. انا بقول لك كده عشان تجيب غدا معاك عشان احتمال مراتك تطلع ولا حاجه ومش هتقدر تطبخ. سلام عليكم. يا امي انا خلي جابوكي يا بنت 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 اللي جاي مش هيعجبك. عيب يا لو شايف ان الفيديو يستحق لايك دوس يا كبير، ولو مش شايف ما تدوسش، يكفيني ان كينج زيك شرفني. سلام يا ابو رجوله.